ممكن واحد يسألني النهارده تقول يا الله، طب اتكلمنا عن الحجاب، هو اشمعنى ربنا فرض الحجاب على النساء وما فرضوش على الرجال؟ اقول لك لسبب بسيط خالص. تخيلي ان 1000 رجل ما يقدروش يأثروا على امرأة واحدة، وامرأة واحدة تستطيع انها تفتن 1000 رجل. تخيلوا حاجة زي كده لو لم يحملوا ايمانا بفضل الله عز وجل. عشان كده ربنا فرض الحجاب على النساء من دون الرجال. اوعى يكون عندك شك ان انت غالية عندنا. احنا بنتكلم النهارده ده يومك، النهارده ليلتك. عايزين النهارده نحمل لك باقة عطرة من كلام الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وعايزين نحط رجليك على اول طريق الجنة، لا نرجو لك الا الجنة بفضل الله عز وجل. عشان كده يعني لازم تعرف ان انت غالية عندنا، ده انت وصية النبي. ده النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في اخر حياته؟ الله الله في النساء، يعني اتقوا الله في النساء. ويقول صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. عشان كده أنا مش هخرج الليلة دي من المسجد ده إلا إن شاء الله لما نحط رجليك يا أخت على أول طريق الجنة إن شاء الله سبحانه وتعالى. والجنة طريقة سهلة قوي، بس محتاجة تقدمي لها المهر. عارفة المهر إيه هو؟ تلبسي الحجاب الليلة مش بكرة، الليلة دي مهر الجنة. تلبسي الحجاب الليلة دي إن شاء الله جل وعلا. وأسأل سؤال صغير بالله عليك، لو عندك لؤلؤة غالية، لو عندك جوهرة، لو عندك ألماظ، تمشي كده وتوريه للناس وتتفرج عليه الناس؟ طبعا لا يمكن، أكيد هتخبيه. طب أنت بقى أغلى عندنا من كل كنوز الدنيا، أغلى حاجة في الدنيا أنت إن شاء الله سبحانه وتعالى. فعايزين نخبيك إزاي؟ أنت عارف الناس لما بينزلوا يصطادوا اللآلئ في قاع البحر بيلاقوا اللؤلؤة موجودة فين؟ في المحارة، المحارة اللي هي محاوطة باللؤلؤة. المحارة ممكن يكون شكلها مش حلو لكن جواها لؤلؤة. فاحنا عايزين نحطك في حجاب. ربما تقول الحجاب شكله مش حلو، لكن انا شايف ان شكله جميل. افضل منظر وافضل مشهد بنشوفه اخت مسلمة ملتزمة ماشية بحجابها وحيائها غض بصرها وماشية في جانب الطريق رايحة لأي مصلحة شرعية. هذا افضل منظر نراه بفضل الله عز وجل. عشان كده بنقول لك يعني ان شاء الله هذه الليلة محتاجين ان انت النهاردة ان شاء الله تعلنيها توبة امام الله عز وجل، وتعلنيها حربا على اعداء الله، وتغزيهم وتلبس الحجاب بفضل الله عز وجل. وبعدين لذلك شوفي من غلاوة الحجاب ربنا وصف الحور العين بالوصف ده. ماذا قال جل وعلا؟ قال حور مقصورات في الخيام. ما هو من بين الحجاب أيضا الاحتجاب في البيت، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وحبيبك صلى الله عليه وآله وسلم بيوصف الخمار اللي على رأس الحور العين. يا حور العين على رأسها، نعم على رأسها خمار. يقول صلى الله عليه وسلم والحديث عند الترمذي سند صحيح قال ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. يا سلام لما الأخت تتشبه بالحور العين عشان تبقى في الجنة أجمل من حور العين فضل الله عز وجل. السؤال الثاني اللي عايز أسأله لك بالله عليك، بتحب ربنا ولا لا؟ طب بتحب النبي ولا لا؟ صلى الله عليه وسلم. لو بتحب ربنا وبتحب النبي ما بتسمعيش كلامهم ليه؟ ما هو ربنا أمرك بالحجاب والنبي أمرك بالحجاب صلى الله عليه وسلم. وبعدين في حاجة انت خايف على جمالك، جمالك مستور في الدنيا عن أعين الناس إلا على زوجك حلالك فقط. وأما في الجنة فالله عز وجل يكرمك أعظم إكرام بفضل الله عز وجل لو أنك آمنت بالله ولبست الحجاب ابتغاء وجه الله عز وجل. عايزة تشوفي صور من الناس حبت ربنا وربنا أكرمهم إزاي؟ والله لو ربنا حبك هيكرمك في الدنيا وفي الآخرة. هتبقى أسعد إنسان على وجه الأرض وأسعد إنسان في جنة الرحمن إن شاء الله سبحانه وتعالى. تعالوا شوفوا منظر جميل جدا حكيته قبل كده كتير لكن نفسي أحكيه دلوقتي. موقف سيدنا عبد الله بن جحش مع سعد بن أبي وقاص قبل غزوة أحد. سعد بن أبي وقاص جاب عبد الله بن جحش وقبل ما يخش غزوة أحد قال له إيه؟ قال له يا عبد الله لقد حضر من الجهاد يعني من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى ما ترى، ونحن مقبلون على الجهاد في سبيل الله، فتعالى يتمنى كل واحد منا أمنية على ربه عز وجل لعل الله عز وجل أن يستجيب لنا. فوقف سعد بن أبي وقاص قال اللهم إني أسألك اليوم أن تلقني رجلا شديدا حرضه شديدا بأسه أقاتله فيك فأقتله ثم آخذ سلبه، وقابل الثاني والثالث والرابع وأقتلهم كلهم لحد ما جاء آخر واحد يقتلني هو خلاص. فقال لعبد الله بن جحش تمنى على الله يا عبد الله. قال عبد الله بن جحش أما أنا فاللهم إني أسألك أن تلقني اليوم رجلا شديدا حرضه شديدا بأسه أقاتله فيك ومش هقدر أصبر، أنا محتاج أن أنا ألقاك الآن، أنا في أشد الشوق للقاء الله. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه سبحانه وتعالى. فقال اللهم إني أسألك أن تلقني اليوم رجلا شديدا حرضه شديدا بأسه أقاتله فيك
فيقتلني. ثم لا يكتفي بذلك بل يجدع أنفي ويقطع أذني ويبقر بطني. فإذا لقيتك يوم القيامة سألتني وقلت يا عبد الله فيما كان ذلك؟ أقول من أجلك، فتقول صدقت. يا سلام. عبد الله بن جحش نفسه يتقطع حتت حبا لله، وانت ما نفسكيش تلبسي الحجاب حبا لله؟ شوف هو نفسه يعمل ايه وشوف انت نفسك تعمل ايه. والله لو ربنا حبك هيكرمك اخر كرم. شوف ربنا لما حب اسيا امرأة فرعون عمل ايه معها؟ اكرمها اخر اكرام. جم يضربوها بالصخرة، عرضوا عليها الكفر فابت، وقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وهي بيضربوها بالحجر ابتسمت. قال ابو هريرة لقد رفع الله عز وجل لها بيتها في الجنة فرأت بيتها فابتسمت. يا سلام، خلاها تشوف بيتها في الجنة. شوف لو لما ربنا أحب أمنا خديجة رضي الله عنها وارضاها، إيه اللي حصل؟ بعت لها سيدنا جبريل، فجاء جبريل إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد أو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه خديجة قد أتتك ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فأقرئها من ربها عز وجل السلام ومني، يعني ومن جبريل. شوف ربنا لما يبعث لك السلام ويبعث لك السلام من جبريل عليه السلام. يا سلام، شوف النعمة العظيمة. شوف قد ايه؟ قال وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. لو ربنا حبك هيكرمك آخر إكرام. والله في أخت بتحكي لي قصة من أسبوع بالضبط، أخت فاضلة محجبة كانت أصيبت، ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين، أصيبت بمرض السرطان في الرئة، مش قادرة يعني تتنفس، وهي بياخدوها الجلسات العلاج يقولوا لها طب اخلعي طب الحجاب عشان تقدري بس تتنفسي. تقول أبدا لا أخلع الحجاب أبدا، والله ما أريد إلا وجه الله عز وجل وما أريد إلا أن أطيع الله عز وجل. لحد آخر يوم وآخر لحظة في حياتها لسه بيعملوا لها علاجات كده معينة، فقالت لهم كفاية والله إني لأرى الآن قصري في الجنة، ثم تبسمت وماتت رحمها الله رحمة واسعة. لو حبك ربنا هيكرمك. تعالي نبدأ أول خطوة في طريقنا للجنة، يعني في طريقنا للحجاب. هتلاقي يافطة كبيرة مكتوب عليها الحجاب قائد لك إلى جنة الرحمن. وده بيفكرني بقصة الشاب المصري اللي كان عايش في ألمانيا وهو داخل مدينة ميونخ، كلكم عارفين القصة طبعا. فلا يافطة مكتوب عليها إيه؟ أنت لا تعلم كفرات يوكوهاما، أو أنت لا تعرف كفرات يوكوهاما، إعلان عن كاوتش عربية يعني. فراح معلق يافطة كبيرة جنبها على حسابه وكتب عليها وأنت لا تعلم شيئا عن الإسلام، فإن أردت أن تعرف ما هو الإسلام فاتصل على تليفون كذا وكذا. في سنة واحدة أسلم على يدي 100,000 ألماني. يا سلام، ألا توحد الله؟ لا إله إلا الله. والله غالب على أمره لا يبلغن هذا الأمر، يعني هذا الدين، ما بلغ الليل والنهار. ولن يترك الله بيت مضر ولا بيت وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله عز وجل به الكفر وأهله. والحديث رواه أحمد بسند صحيح. فكل الدنيا دي كلها ستدين لله، ستدين لله سبحانه وتعالى. فأول خطوة مكتوب عليها الحجاب دليلك إلى الجنة. قبل ما نمشي في طريق الجنة أنا عايز أسألك سؤال، أنت نفسك فين؟ أنا بكلم الأخت اللي نفسي النهارده ربنا يكرمنا ويكرمها بحجابها. نفسك فين؟ تقول والله أنا نفسي نفسي أبقى جميلة، ودي أمنية أي بنت نفسها تبقى جميلة. ورب الكعبة هتبقى في الجنة زي القمر إن شاء الله سبحانه وتعالى، هتبقى أجمل من الحور العين قد إيه؟ 70 مرة. وإن كان الأثر ضعيف لكن عشان خاطرك نديله فيتامينات. واخد بالك؟ هتبقى جميلة في الجنة، هتبقى أجمل مما تتخيل. ربنا بيقول إيه؟ إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. يا سلام، مشكلتين من أكبر مشاكل النساء يتحلوا في الآية دي اللي هم إيه؟ عربا أترابا. العروب هي التي تحسن كلام الجماعة، كلام الحب والغزل لمين؟ لزوجها، مش للبوي فريند، لا لزوجها. تمام؟ مش يعني. وبعدين هو عيب ان الاخت تقول لزوجها كلام حب، مش هينفع في الحلال، وهو كمان يقول لها كلام حب. تيجي النهارده الاخ يشتكي يقول لك قاعد مع زوجته بيقول لها والله انا بحبك والله، تقول له جزاك الله خير. بارك الله فيك يا ستي، ما هو ربنا يجازيني كل خير، بس يعني برضه يعني الكلام اخد ورد يعني. خد بالك، صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم.